الو، مرحبا بكم. أنا دابان أمين وياكم من قناة دابان يونيفرسم. إن شاء الله اليوم أتكلم على مسلسل الرائع الكوري سكويد جيم اللي هسه صاير تريندينج تقريبا بمعظم الدول العربية وإيفن تقريبا من أنحاء العالم، وحتى أكو كلام يقولون مسلسل سكويد جيم يصير أعلى ترند على تاريخ البشرية بين المسلسلات المتبقية قبل. طبعا هاي مسلسل قصة أوريجينال، قصة أصلية من مسلسل كوري، مسلسل يتكلم على طبعا هاي مسلسل يتكلم على صراع الطبقات بين بالدول كوريا الجنوبية، ويتكلم على عدة مشاكل، المشاكل اللي موجودة بالمجتمع الكوري أصلا بطريقة كلش يعني مخبية، وبطريقة كلش مختلفة. طبعا معظم الناس اللي شايف المسلسل يحس هاي مسلسل تقريبا بس قتل ودم وهاي شغلة، بس هاي مسلسل أعمق من هاي الليفل، أعمق من هاي المستوى. طبعا المسلسل يتكلم على شخص هو البطل القصة، هو مطلق وعنده بنت، وهمنا يعيش ويا أمه، وحالته المادية مالتهم كل ضعيفة، وأكو ويعيش بدولة مثل كوريا الجنوبية. المجتمع تقريبا رأسمالي، لازم تشتغل مثل حصان، لازم تشتغل مثل كمبيوتر، يلا تقدر تعيش، ويعاني من كلفة الديون العالية عليه وما يقدر يسددها. طبعا يصير اكو ينتظر بالمحطة مترو، يصادف شخص يقول له، يفتح جنطة يقول تعال نلعب لعبة، لو انت فزت اني ادي لك هاي الفلوس اللي موجودة بالجنطة، لو اني فزت لازم تنطيني الفلوس. هو يقول اوكي ليش لا، لعبة بسيطة. يلعب الفلوس، يخسر، الولد يقول انطيني الفلوس، وهو يقول والله بصراحة أنا ليش لعبت هاي الفلوس على مود أصلا ما عندي فلوس، قلت بلكي أكسب اللعبة وأخذ الفلوس. قال مو مشكلة لازم تدفع. قال ما عندي فلوس. قال لازم تدفع بغير شيء. ادفع ادفع بجسمك، مثلا يقول اني اضربك سلاب اون يور فيس، على مود يكون احنا متعادلين. وبعدين اكثر من مره يسوي له سلاب، بس على مود لاخر مره يكسب وياخذ الفلوس، ويقول له هاي ترى هاي الفلوس تقريبا ما فكه، مو كمية كبيرة، لو تريد فلوس أكبر إحنا عنا اللعبة كلش كبيرة وكلش أدفانس وبروفيشنال، تقدر تنظم لي هاي اللعبة وتستفاد أكثر بفلوس أكثر. طبعا من هاي المرحلة احتمال أحرق المسلسل، وبعدين يقرر يروح هاي الفاسيلتي، هاي المؤسسة اللي يلعبون هاي اللعبة. طبعا كل اللعب اللي موجودة هاي اللعبة الكبيرة عبارة عن 6 لعبة صغيرة، كل 6 لعبة صغيرة عبارة عن ألعاب أطفال، بس بطريقة مختلفة، بطريقة شوية طف. بالألعاب الأطفال أنت لو كنت طفل كنت تلعب مثلا تخسر، وبعدين تلعب مرة الأخرى لو أكثر من مرة حتى تكسب، لو تخسر عادي. بس بهاي سكويد جيم لو تخسر تموت، ماكو عندك غير اختيار 100%. مرات تلعب ويا صديقك ضد، تلعبون لعبة أنت لو خسرت انت تموت، لو هو خسر هو يموت. بالضبط هاي المسلسل ما عندك شان ثاني، كل الاختيارات اللي موجودة اللي انت تاخذها 100% من اختيارك، من تفكيرك. هو ما يجبرك تسوي اي شيء، واصلا ما جبرك اصلا تروح هاي اللعبة. بعدين رحت اللعبة يقول لك قرارات لازم تسويها كلها، انت تسوي قرار. مرات الناس اللي شايف المسلسل شي يقول والله هم حرامات وخطيه، ليش قتلوا هاي الجماعه؟ اصلا مو ليش خطيه ليش حرامات، هم اصلا اخذوا هاي القرار يروحون هاي اللعبه، وبعدين هم اخذوا هاي القرار هم يكسبون، والصديق مالته يخسر، بس على مود الغريزه المفرطه الموجوده بالانسان، غريزه البقاء سرفايفل. كل ناس عنده هاي الغريزة، وهاي مسلسل يبين هاي غريزة مال الإنسان ويطلعها بطريقة وحشية، يخليك بالجو بالأتموسفير وإنفايرومنت، محيط، تقدر تطلع هاي الغريزة بأبشع صورة ممكنة. طبعا هاي المسلسل بعدين بعدين كل واحد يلعب هاي اللعبة
كل واحد طبعا هاي اللعبة مو قلت عبارة عن اللعب، يعني يبين وحشية الإنسان. كل ازداد شو اسمه المنافسة بين اللاعبين، ويزداد شو اسمه الحماس بينهم. يعني يبين لك اللي عنده شهادة كبيرة، اللي عنده ما أعرف شنو، كلها كلاوات، كلها كذب في كذب. بس الإنسان مصلحته، يعني مصلحته يبقى شو اسمه المعادله الثابته يمه. طبعا هاي مسلسل يهمنا يبين شو اسمه، يبين معاناه الشعب الكوري. على مود اكو واحد من الابطال بهاي المسلسل يقول، يعني بطل يقول لو اني فزت بهاي اللعبه اني شو اسوي؟ اروح اعيش ويا اخويا وهمنا احاول اجيب امي من كوريا الشماليه. طبعا هاي المسلسل تعرفون ورا الحرب شو اسمه العالميه الثانيه، ورا صار حرب بارده، وصار كوريا مقسم على جهتين، كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. كوريا الشماليه بزعامه الكومونيزم والشو اسمه والروسيا الاتحاد السوفيتي القديم، وهمنا كوريا الجنوبيه بنظام راسمالي شو اسمه بزعامه امريكا. طبعا يعني يبين هاي ايش قد اكو معاناه يعني بالكوريا المتقدمه. ويعني لو تفكر بعدين بالكوريا الشمالي اللي اصلا ما عنده اي تقدم، ايش قد اكو معاناه بعد اكثر. قصدي شنو، هاي مسلسل يحكي على ويتكلم على شغلات كلش تفاصيل بسيطه، يعني كلش عميقه، على المشاكل الموجوده بين الشعب الكوري وهمنا يعني والغريزة مع الإنسان. يعني كل اختيار اللي هم أخذوه كلها من نابع من فكر واختيار هاي الإنسان. يعني إيش قد أنت تكون بيرفكت وإيش قد تكون ما أعرف شنو، بس لو صار عندك فرصة على مود تكسب فلوس خيالي، احتمال تدوس على أي شيء، على أي مبدأ يجي ببالك. يعني أنا أنصحكم، هاي مسلسل كلش قوي وكلش عميق، لا تباعون عليه بس كمسلسل سطحي وبيقتل وبيسسبنس وهاي الشغلات. طبعا مو هيجي، هاي مسلسل أبعد من هاي الطريق، يعني من هاي شو اسمه هاي الليفل. وإن شاء الله يجي على سيزن، يعني يجي سيزن ثاني. بس أتمنى نتفليكس ما يخربوا مثل لا كاسا دي بابل، يطلعون أكثر من سيزن ويمطون المسلسل بس على مود يكسبون بيه فلوس. أنا آسف طولت بيكم بالفيديو، بس حاولت يعني أشرح المسلسل بطريقة بسيطة، بطريقة بسيطة ممكنة، مو شو اسمه بطريقة كلش معقدة. يعني بالأول بالآخر مو عربي كردي، يعني مرات يعني أنتظر أفكر على مود أطلع كلمة عربية مناسبة بالجملة مناسبة على مود يعني أقول لكم. وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية أحاول أزيد المحتوى العربي أكثر وبطريقة أفضل. وأني آسف على وقتكم، ولو عجبك الفيديو اخبط اللايك، وش اسمه همينة اشترك في القناة، وش اسمه شغل ضرس الانذار مثل يقولون، على مود يجي لك كل الاشعارات مع الفيديوهات الجاية اللي انزلها. ومع السلامة، وان شاء الله التقي وياكم بفيديوهات جديدة.